الملعب. نقطة ارسال مرة أخرى للاعب نفس اللاعب، وكورة من رقم 7 جعفر، ولكن خارج أرضية الملعب. الحكم بيشير خارج أرضية الملعب. نقطة للمنتخب. شوف الإعادة خارج أرضية الملعب. الحكم بيشير لها بأن الكرة خارج، والله فيها شك بأن الكرة الأقرب للحكم وخارج وداخل أرضية الملعب، ولكن الحكم وجهة نظر الحكم بأن الكرة خارج أرضية الملعب. نحترم قرار الحكم، وهذا شيء أكيد احترام قرار الحكم. الكرة كمان شهيدة وجعفر محمد من البحرين، إرسال جميل وتصويبة وكرة فوق السريع من لاعب نوح راشد مركز 3. تصويبة جميلة. هذه الكرات التي ينجح فيها جميع المنتخبات، وليس منتخب البحرين أو عمان أو غير. جميع المنتخبات يجب الكرات السريعة اللي تكون على مستوى ارتفاع الشبكة بشيء بسيط، واللاعب يكون سريع البديهة وسريع الحركة وسريع الضربة، وبالتالي تثمر عن نتيجة إيجابية علي إبراهيم. فبالتالي لا يحق له الضرب الساحق من المنطقة الأمامية، بل ارتقى من المنطقة الخلفية وضربها. وكرة مرة أخرى تعود للاعب أيمن خميس من اللاعبين المميزين. أيمن خميس على الإرسال. استقبال مرة أخرى تعود للاعب رقم 8 علي عبد الواحد. سهل المازن يصوبها بارتقاء من الثبات، ومرة أخرى الصدم في حالة الصد من اللاعب. و16 مقابل 15 للبحرين، والوقت المستقطع الفني الثاني للمنتخبين. كابتن منتخب الإرسال من عمان محمد عبد الله على الإرسال. استقبال جميل من اللاعب عبد الواحد، وتصويبه من 16 احمد سلمان. تعود وتصويبه وداخل ارضيه الملعب. ينهيها اللاعب البحريني رقم 10 حسين علي خليفه. ونقطه لمصلحه المنتخب. 25 مقابل 21 للمنتخب العماني. تقدم. انتهى الشوط الاول